وحصل عليه كل مرشح: الدكتور أحمد محمد شفيق زكي 12 مليون 347,380. 12,347,380 بنسبة 48.27%. الدكتور محمد مرسي عيسى العياط 13,230,000. مش معقول كده. مش هنسكت، مش هنكمل مؤتمر، مش هنكمل اعلان لو مش هنسكت. الله، احنا مش مؤتمر انتخابي. اتفضلوا يا اساتذه، انتوا صحفيين مش مؤيدين، اتفضلوا. خلاص خلاص لو سمحتوا يا اساتذه. اتفضل يا معلم. عيسى العياط 13,230,131 بنسبة 51.73%. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، واللجنة رئيسا وأعضاء وأمانة تهنئ السيد الدكتور محمد مرسي بفوزه. السيدات والسادة، السيدات والسادة، لقد تحملت اللجنة الكثير وجابهت الصعاب، ولكنها لم تكن لتستطيع وحدها أن تنجز ما أنجز لولا العمل الدؤوب والجهد المضني لقضاة مصر درة العقد وموئل الأمل وملاذ كل مصري، والتعاون المخلص لرجال قواتنا المسلحة البواسل، وما صاحبه من دعم مادي ومعنوي. الشرطة المصرية حفظة الأمن. ولا ننسى الجهد الذي بذله أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية خارج البلاد المشرفين على انتخابات المصريين بالخارج، سيما بعثاتنا في بلدان الخليج العربي، فلهم ولكافة العاملين بوزارة الخارجية وافر الشكر. كما أوجه تقديري وشكري لكافة العاملين باللجان الفرعية والعامة من موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية ووزارة التربية والتعليم والمحليات على موفور جهدهم. كما أوجه شكري أيضا لمن عاوننا من الفنيين بوزارة العدل والاتصالات والتنمية الإدارية. وأعاود الشكر لأعضاء أمانة اللجنة والمكتب الفني على جهدهم المضني، وإن كان هذا هو واجبهم الذي أتوقعه منهم. ولا يفوتني الإعراب عن تقديري للهيئة العامة للاستعلامات رئيسا وأعضاء، وكذا للإداريين العاملين باللجنة الذين ما كان عملنا ليكتمن لولا جهدهم الوفي.
السيدات والسادة، إن غرس الديمقراطية لا زال ناميا، يجب أن تتعهده أيادي المصريين جميعا بالرعاية ليشتد عوده وتقوى سوقه ليظلل مصرنا بوارف ظلاله. يجب على الجميع وعلى رأسهم الرئيس المنتخب وكافة المرشحين وسائر القوى السياسية الوقوف وقفة رجل واحد، والعمل على رفعة البلاد ونهضتها ونبذ الصوالح الشخصية، والعمل على إعلاء مصالح الوطن. حفظ الله مصر ووقاها وشعبها شر الفتن والسوء، والسلام عليكم ورحمة الله شكرا. وبركاته. مفيش مؤتمر صحفي، كلمة وانتهت الكلمة.